السلام عليكم، معكم فيصل عنيزي. اليوم جايكم شرح كيف تشتري من جرير ايفون 15 كطلب مسبق او بعد ما يتوفر الايفون في جرير، كيف تشتري بالاقتصاد. زي ما تشوفون نخش على مكتبة جرير، ثم راح تكتب في البحث ايفون 15 او راح تلقاه في الواجهة الرئيسية زي ما تشوفون زي كذا. راح نضغط عليه. زي ما تشوفون راح يخيرك وش نوع الجهاز اللي تبغاه، يعني كل هذه الايفونات اللي متوفرة وفي بعضها غير متوفرة. زي ما تشوفون ايفون برو ماكس. زي ما تشوفون راح نضغط عليه لان الحين طلب مسبق. زي ما تشوفون غير متوفر. خلينا ندور لنا جهاز متوفر عشان نشرح عليه. اوكي، خلينا ننزل تحت شوي، ناخذ الايفونات العادية ايفون بلس، لان هذه الايفونات هي المتوفرة حاليا على ما اظن. زي ما تشوفون بعد ما تختار الجهاز اللي تبغاه، اي جهاز تبغاه، ايفون 15 ولا اي جهاز ثاني بشكل عام، تختاره. بعدين يقول جهز طلبكم مسبقا، يعني هذا طلب مسبق. اما اذا كان متوفر راح يطلع لك بشكل مباشر، بس الحين طلب مسبق لان توفر الايفون. زي ما تشوفون بعدها الخدمة راح نستخدمها هي خدمة تمارا. ترى في شروط في خدمة تمارا للأسف. خدمة تمارا قبل كانت مجانية في جرير، بس الحين صارت في رسوم. زي ما تشوفون هذه قائمة الرسوم حقت الأسعار. لو أخذت أعلى شيء 5000 وفوق راح يكون في رسوم 300 عفوا 239 ريال على العملية كاملة. أوكي، هاي صراحة سلبية جدا كبيرة في جرير، انهم اضافوا الرسوم على عملية الاقساط. وهذه الرسوم تضاف من جرير، ليست من خدمة تمارا. بس لما تاجر تحط بسعر الجملة انها تدفع رسوم الى تمارا عشان تضيف الخدمة عندهم. بس انصحكم اللي يبغى يشتري الايفون بدون رسوم هذه ال 239، يفضل انك تشتري مثلا من نون او امازون. وراح احط لكم رابط الشرح حق نون وامازون، لانك تقدر تشتري من نون او امازون بالسعر المباشر، نفس السعر هذا بالضبط بدون تدفع رسوم 239 ريال. اوكي، ويلا خليكم الحين مع شرح خدمة تمارا، لأن لازم تسجل في تمارا عشان تقدر تاخذ هذا الجهاز. اوكي، ويلا خليكم مع الشرح. شروط تمارا: الشرط الأول أن يكون عمرك فوق 18 سنة. والشرط الثاني أن يكون رقم جوالك باسمك، لأنها راح يجيك رسالة عن طريق أبشر لتأكيد حسابك. أوكي. والشرط الثالث أن يكون عندك بطاقة بنكية. البطاقة البنكية مو بلازم تكون في اسمك، لأنك راح تدفع أبل باي، لأن قبل كان إجباري أن يكون البطاقة هذه في اسمك لأنك أنت راح تدفع فيها. بس الحين موجود في التطبيق أبل باي، يعني تقدر أخذ بأي بطاقة عندك متوفرة تدفع فيها يعني بشكل مرة بسيط. أوكي. لأن يمديك تستخدم خدمة أبل باي، مو شرط إنك تدفع بالبطاقة. والشرط الأخير إنك توثق حسابك، وغالبا راح يطلبون منك توثيق بهويتك الوطنية. انك تكتب الرقم ويجيك رسالة من ابشر وزي كذا. اعذروني انا ما عندي حساب، لاني موثق حسابي مخلص، ما اقدر اشرح لكم خطوات التسجيل كاملة. بس خطوات التسجيل مرة سهلة ومرة بسيطة. تدخل رقمك وتكتب بياناتك بشكل عادي كأنك تسجل في اي تطبيق، يعني تكتب رقم هويتك، تاريخ الميلاد، اشياء بسيطة، وراح تجيك رسالة من ابشر فقط لتوثيق حسابك. زي ما تشوفون هنا رسوم التأخير حق التمارة. رسوم التأخير تختلف من دولة إلى دولة. زي ما تشوفون راح ننزل لتحت، هنا المملكة العربية السعودية رسوم التأخير 25 ريال على اليوم الأول عند التأخير. مثال لو أنك شريت الجهاز أو أي شيء شريت مشترياتك تمارة خلال مثلا يوم 10 من الشهر بالميلادي. أوكي، كل يوم 10 إذا ما سددت بالتاريخ اللي هو مكتوب عندك يوم 10، جاي دخلت يوم 11 على طول راح تنزل لك غرامة بقيمة 25 ريال. اوكي، وتتكرر العملية كل 15 يوم. اوكي، يعني نفس الطريقة لو تأخرت بعد 15 يوم من يوم 10 يعني صار يوم 25 وكذلك ما دفعت، راح تزود الرسوم، راح تكون 50، وهكذا لين توصل 150 ريال زي ما تشوفون، او ربع قيمة الطلب. يتم احتساب الرسوم على الأقل، يعني أقل رسوم لك هم اللي راح يحسبون فيها. اوكي. وهنا الامارات زي ما تشوفون، الامارات نفس طريقة السعودية في الرسوم. وهنا الكويت تختلف لان راح يكون بالعملة بالدينار وزي كذا، يعني هذه الرسوم حقتهم باختصار. وفي ملاحظة جدا جدا مهمة، ان جميع المبالغ زي ما تشوفون هنا كاتبين ملاحظة المبالغ المضافة يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية، ولا يتم الاستفادة منها لأغراض ربحية. يعني باختصار ان المبالغ لأي مبلغ يجيهم من رسوم التأخير راح يتبرعون فيها 100%. اوكي، عشان تكون العملية شرعية. اوكي، وزي ما تشوفون هذه بكل بساطة بشكل مختصر جدا الرسوم حق التمارة. هذه جميع الرسوم الموجودة، ما في أي رسوم ثانية. والآن نبدأ شرح تطبيق تمارة. زي ما تشوفون تضغط على التطبيق وتخش بكل بساطة. يوم أول ما تخش أول مرة على التطبيق زي ما قلت لكم راح يطلب منكم تدخل رقم جوالك. تدخل رقم جوالك ثم راح تجيك رسالة من تمارة لتأكيد. أوكي، بعد ما تدخل الرسالة اللي جتك
كذا بكل بساطة راح يطلب منك تمارة انك تدخل رقم سري لحسابك بتمارة. كل ما راح تخش على حسابك راح يطلب منك كلمة السر ذي. اوكي، بعد ما تدخلها او تحطها راح يطلب منك تكريرها مرة ثانية. بس انا زي ما قلت لكم ما اقدر اسوي اكثر من حساب في تمارة، عشان كذا ما راح اخش معكم خطوات التسجيل. بس زي ما ذكرت لكم خطوات التسجيل جدا جدا سهلة. زي ما تشوفون الواجهة الرئيسية حقت الحساب هنا راح تلقى المتاجر التي تدعم خدمة تمارة. زي ما تشوفون كل هذه المتاجر الموجودة تدعم خدمة تمارة، وتختلف العروض. زي ما تشوفون يعني كل المتاجر دي موجود فيها خيار تمارة. زي ما تشوفون الخيارات من تحت في فرح، هذا باختصار خدمة في تمارة تعطيك عروض المتاجر، مثلا خصم، مثلا كود خصم او خصم مباشر، واشياء كثيرة جدا. تقدر تخش هذا القائمة دي وتقدر تشوف جميع العروض من قائمة فرح. الخيار اللي بعده اللي هي مشترياتي، من هنا تقدر تشوف المشتريات حقتك. اي شيء تشتريه من خلال تطبيق تمارا ويكون عندك اقساط راح تلقاه هنا، راح يطلع لك هنا الاقساط وتقدر تسددها وتدفعها من هذا الخيار. وهنا عند طلباتي تقدر تشوف المتاجر اللي شريت منها، زي ما تشوفون مثلا شريت من جرير ومتاجر اخرى. تقدر تلقاه هنا بعد تسديد الاقساط هنا تجيك. اوكي، اما اذا ما سددت الاقساط راح تطلع لك هنا عند الخيار هذا، راح يطلع لك خيارات الدفع. وان شاء الله بعد شوي راح اشرح لكم كيف تدفعون الاقساط. والخيار الاخير زي ما تشوفون اللي هو المزيد، من هنا تعبي بياناتك، محفظتك، بطاقاتك المحفوظة، حسابك البنكي إذا كنت مثلا شريت من المتجر وتبغى ترجع فلوسك من المتجر مثلا لغاية الطلب، الترجيع يكون مثلا من خلال تمارا. إذا كان عندك مستحقات لهم راح يرجعوا لك من حسابك المصرفي، راح يطلبوا منك إضافة حسابك المصرفي. أوكي، باختصار هذا تطبيق تمارا من داخل، يعني من داخل التطبيق وزي كذا. والحين ننتقل إلى تطبيق نشتري منه، واللي هو راح يكون إن شاء الله تطبيق جرير. وزي ما تشوفون الحين نخش على تطبيق جرير. تقدر تقصد اي شيء من جرير. زي ما تشوفون نكتب هنا ايفون، مثال نشرح عن الايفون. اوكي، زي ما تشوفون تختار اي جهاز تبغى تشتريه، مثلا راح نختار الايفون. راح تطلع لكم تحت زي ما تشوفون ادفع 1640 وقصدها على شهرين المتبقي، يعني تدفع شهر وتنتظر 30 يوم عشان تدفع القسط الثاني، والقسط الثالث بعد 30 يوم، وزي كذا. زي ما تشوفون طريقة أخذ القسط هذا بكل بساطة نضيفه إلى السلة. زي ما تشوفون هنا يقول لك إذا تبغى ضمان أو شيء، هذه أشياء اختيارية لك. نضغط على متابعة، أهم شيء نحطه عندنا في السلة. زي ما نضغط هنا اذهب إلى سلتك زي ما تشوفون، ثم راح هنا ننتظر لين يفتح معنا ذا الخيار. أوكي، ثم نضغط على إتمام الشراء. حلوين. زي ما تشوفون هنا لازم تحط العنوان حقك. إذا حطيت العنوان وخلصت تختار هنا اختيار طريقة الدفع. بعد ما تضغط على اختيار طريقة الدفع راح تنتظر شوي لين تفتح لك معك الخيارات. وزي ما تشوفون هنا فتحنا الخيار اللي هو خيار تمارا، بس تضغط عليه راح يطلع لك انك انت مستحق انك تاخذ قسط من تمارا. اوكي، بس هو له شروط معينة. اوكي، اهم شرط موجود في تمارا من جرير تحديدا ان لازم يكون عمرك 21 سنة. زي ما تشوفون انا حاليا يقول انت ما تستوفي الشروط، وحدك الاعلى هو 220. طيب ليش حد الاعلى 220؟ في اكثر من سبب. اول سبب وهو اكثر سبب شائع اللي هو العمر. اذا عمرك تحت 21 سنة الحد الاعلى لك تاخذ من تمارا 1500 ريال. اذا عمرك اكثر من 21 سنة الحد لك لين 5000 ريال. اوكي، هذا شرط جدا مهم، بس انا عمري اقل من 21 سنة عشان ما وافق علي كذا عشان اخذ القسط الجوال. في نفس الوقت حسب مشترياتك في تمارا، هم راح يقيمونك على مشترياتك في تمارا، كم مرة شريت من تمارا، التزامك في سداد الاقساط، هل تسدد بدري، هل عندك رسوم تاخير. يعني بشكل عام يسوون عليك مقياس، وهذا المقياس يحددون عليك الشروط حقتهم، هل انت تناسب انك تاخذ هذا القسط ولا لا. وكل قسط ما تقدر تاخذه بشكل مباشر لانه يعتمد على الاجمالي. يعني ما تقدر تاخذ مثلا اكثر من جوالين، لان الاجمالي حقك او الحد حقك الاعلى 5000 ريال في الشهر، مو في الشهر، الاجمالي كامل. اوكي، وبعدين يعني اذا فتح معك الخيار بكل بساطة تحدد خيار الدفع تمارا، ثم تضيف رقم جوالك، او اذا انت حاط رقم جوالك نفسه حق جرير نفسه حق تمارا يعني سجلت فيه، بكل بساطة راح يجيك رسالة نصية. الرسالة ذي النصية راح تدخلها عشان تأكد الشراء. بعدها راح يجيك خيار الدفع، تدفع من خلال ابل باي او البطاقة البنكية حقتك. بعدها خلاص بكل بساطة كذا اخذت القسط حق تمارا. وبس نصل نهاية المقطع. اتمنى تدعموني باللايك واشترك بالقناة، ويلا مع السلامة.